السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلوة وحادق مع شيرين. وصفة النهاردة فراخ مشوية ورز مصري اصفر زي ما انتوا شايفين كده بالبهارات. حاجة كده روعة. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا نبدأ. مقاديرنا سهلة جدا. معانا فرخة كيلو ونص، معانا 2 معلقة صلصة، معانا ملح، بابريكا، شطة، بهارات شوي، معانا كوب زبادي وخل وليمون، وكمان معانا بصلتين هناخد المية بتاعتهم. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده احنا معانا الفرخة طبعا لازم تتغسل كويس جدا وننقعها في محلول ملح وسكر وليمون مش أقل من ساعتين. وبعد كده هنشطفها كويس جدا وهنبتدي بقى نعمل فيها فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب ايه لازمتها الفتحات دي؟ احنا طبعا لازم نخلي التتبيلة بتاعتنا تتوغل كده جوه الأنسجة. نهتم طبعا بتفتيح المفاصل عشان ما يبقاش فيها أي سوائل من جوه. مهم جدا الفتحات دي، مش بقولك بهدلي الفرخة، على قد ما بقولك ان انتي لازم تعملي فيها فتحات مناسبة كده. هنزل بعصير البصل، عصير البصل زي ما انتم شايفين، وبعد كده معلقتين من الكاتشب او الصلصة المتاح عندك. هنزل بكوباية من الزبادي، وهنزل بالتوابل بتاعتنا الملح والفلفل والبابريكا وبهارات الشوي. هنزل بمعلقتين من الخل، طبعا التتبيلة دي تنفع لأي مشويات يا جماعة، وكمان معلقتين من الليمون. زي ما انتوا شايفين كده التتبيلة دي عايزة اقول لكم خطيرة. شيش طاووق، لحمة ستيك، عندك الفراخ، اي حاجة عايزة تشويها التتبيلة دي مناسبة لكل المشويات. هنتبل الفرخة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومنسيبها مش اقل من ساعتين، اقل حاجة ساعتين، يا ريت لو قبليها بيوم تبقى حلوة جدا. يا جماله، شايفين؟ هتديها لون وطعم وريحة روعة. انا هنا هسوي الفرخة بتاعتي في الفرن، بس انا عايزة اسويها زي بالظبط تطلع نفس شكل الفرخة اللي بنجيبها من المطاعم. هبتدي اجيب الصاج بتاعي. هنلف الصاج ده بورق فويل عشان ما يتحرقش معانا، وهنجيب الشبكة بتاعت الشوي دي وهنبطنها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده عشان الفرخة ما تلزقش معايا. هنبتدي بقى نجيب الفرخة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نصفيها على قد ما نقدر من التتبيلة، وهنبتدي نحطها في وسط الشبكة. زي ما قلت لكم انا هسوي زي ما انتوا شايفين طبعا الفرخة دي هنسويها في فرن البوتاجاز عادي. هنحط الفرخة بتاعتنا في نص الشبكة كده ونقفل عليها كويس جدا ونحاول نضغط عليها. الفرخة دي هتخش فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي ساعة في الفرن. هنبتدي طبعا نقلبها ونتابعها كويس جدا أثناء التسوية. هنعمل بقى معانا على ما الفرخة تستوي الرز بتاعنا، الرز المبهر. معانا الكبد والقوانص بتاعت الفرخة، ومعانا كيلو رز مصري، معانا البصل اللي احنا عصرناه. التوابل بتاعتنا ملح وقرفة وبودرة زعفران وكمان ليمون مجفف. اول حاجة هنزل بمعلقتين من السمنة عليهم معلقة من الزيت، وهبتدي اشوح الكبد والقوانص بتاعتنا. طبعا مغسولة كويس جدا يا جماعة ومتقطعة زي ما انتم شايفين كده، ممكن تستغني عنها يعني تماما. هنبتدي ننزل بالبصل بتاعنا زي ما قلت لكم ده اللي احنا خدنا المية بتاعته للتتبيلة. هنشوح البصلة مع الكبد والقوانص، وهنا مش مطلوب منك ان انتي تلوني البصلة نهائي، احنا بس هنشوح البصلاية كويس جدا. هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا القرفة وبودرة الزعفران والملح والليمون المجفف، وهنشوح التوابل بتاعتنا في البصلة كده لحد ما ريحة التوابل تظهر معايا. اول ما ريحة التوابل تظهر معايا هبتدي انزل بكيلو الرز المصري، طبعا ده انا غسلاه ومصفيه كويس جدا. هنبتدي نشوح فيه كده يعني وننشفه كده من اي مية زايدة فيه.
قبل ما احط العقد بتاعه. طبعا زي ما احنا عارفين الرز المصري العقد بتاعه قد معيار الرز بالظبط، بمعنى ان كوباية الرز المصري بيعادلها كوباية مية او كوباية شوربة. نزلت بقرنين فلفل بس كده يطعموا لي الرز بتاعي، مش هيعملوا يعني شطة ولا سبايسي ولا اي حاجة فيه، هما هيديله ريحة وطعم مش اكتر. اول ما يغلي معايا الرز كده هنوطي عليه كويس جدا لحد ما يتشرب، وهيبقى معايا بالشكل ده. اللهم بارك، ريحته بجد كانت حكاية، وطعمه مفلفل وزي الفل. يلا بينا نشوف بقى الفرخة بتاعتنا. طبعا ايه بقت جاهزة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى نقدمها اي شكل انت حباه. انا حبيت اقدمها بالشكل ده زي ما هي، ما حبيتش اقطعها. عايزة بس اوريكم يعني نسبة التسوية يعني 200%. شايفين الجمال؟ مستوية جدا، ما سلقناهاش، ما عملناش فيها اي حاجة. اهم حاجة ان هي تقعد في التتبيلة مش اقل من ساعتين. واللهم بارك زي ما انتوا شايفين، حاجة كده روعة بجد. ولا يعني تقولي لي انضف من اي مطعم انت دخلتي اكلتي فيه فراخ مشوية، ولا فحم بقى ولا طشطشة ولا اي حاجة. دي كانت الفرخة بتاعتنا. طبعا قدمنا معاها سلطة طحينة وسلطة خضراء. وكان الرز بقى يعني مش قادرة اقول لكم بقى روعة الرز وجماله. تقدري تقدميه جنب اي وصفة تانية غير الفراخ المشوية. بجد من وصفات الرز المبهرة الجميلة جدا. دي كانت سفرتي المتواضعة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.